بيبدأ الفيلم معانا بشخص اسمه ألفيس بيتوسل لحد يتركه وبيقول له أنا ما عملتش حاجة، ولكن بنتفاجئ إنه بيلعب مع بنته بالعرايس. المهم بياخد عربيته وبيمشي بيها يروح وهو في الطريق بيقابل شخص اسمه فبيقول له يا عم أنا لسه بقى أنا هقول لك يا بوب أسهل. فبيدخل عليهم واحد وألفيس بيقول له معرفوش، فبيمسك ايد الفيز ومش راضي يسيبه لحد ما بيقلع هدومه وبيقول له انت مش عارف انا مين؟ لو ما عرفتش انا هقتل نفسي. بيقول له انت مين؟ قال له انا المسيح. قال له يا راجل مش تقول ان انت طب في الاول مستنينك من بدري يا راجل، بس مش هينفع تطلع في الراديو، يعني خليك احسن تطلع في بث مباشر عشان الناس تعرفك وتشوفك. المهم فبيقول له انت اسمك ايه؟ قال له لا. قال له طيب ماشي. المهم بنعرف ان الفيس بقيله ربع ساعه على البرنامج بتاعه، بيقابل المساعده بتاعته اسمها ماري وبتديله سيرة ذاتية لجيمس ستيل، ده يوتيوبر شهير والمفروض انه هيطلع معاه في البث المباشر. فالمهم بيشكرها جدا على ان هي نسيت عيد ميلاده، فقال له على العموم هو كده كده لسه بدري يعني. فبتعرفوا على دايلان وبتقول له ده مساعد جديد معانا. فدايلان دوت بيقول له اهلا وسهلا، بيمد ايده عشان يسلم عليه فبينفض له. المهم بيقابل مديرته اللي هي بتروقه عشان ارقامه ثابته، وده شيء مضايقها جدا، وبتقول له ان الجمهور دي مشكلة أولى أنت مش بتهتم بيه زي الأول، وإنه بيستخدم التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا بطريقة مش مظبوطة، والمشكلة التانية إنه بيتجاوز الحدود معاهم. المهم بعد ما بتروق عليه تمام التمام وبتظبطه، بتعرف إن ناقص له هو دقيقتين يا دوبك على البث المباشر. فبيدخل الغرفة بتاعته وبيحضر حاله علشان يبدأ. أول ما بيبدأ البث المباشر طبعا بيبتدي بقى شغل القلش، ويبتدي يرخم شوية على دايلان ويرزل عليه شوية ويقعد يقول ده مبتدئ جديد وده لسه معانا ومش عارف ايه، ويرخم عليه كتير جامد جامد جامد. وفجأة وبدون أي مقدمات يروح طرده من المكان. بعد ما بيقول له أنا سعيد بوجودك يقول له أنت مطرود. فطبعا الولد بكل صدمة خد الكلام واتصدم، قال له امشي امشي دلوقتي امشي، يلا اطلع. فالولد يعني مصدوم وماشي وفجأة قال له تعالى تعالى يا جدع انا بهزر معاك. الصراحة هزاره سئيل قوي. المهم بيتصل كذا حد بيه، فالمساعدة بتاعته بتقول له ان اليوتيوبر اللي احنا مستنيينه مش جاي. فطبعا بيتضايق جدا ويتنرفز. المهم ان بيجيله تليفون من واحد اسمه جاري، بيتصل بيه بيقول له اهلا وسهلا بيك، انا هعمل حاجة فظيعة النهاردة. فالبنت بتقول له انتحار؟ قال لها لا، انا هعمل حاجة صعبة جدا اكتر من كده بكتير. وبيقطع الخط معاهم لحد ما بيبقى فيه زي راحة، فبيرجع البث مباشر تاني. فبيقول لهم انا عايز اتصلوا لي بغيري ده. فبيجي له غيري تاني على الهوا، فبيسأله انت فين بالظبط؟ فبيقول له انا في حديقة شخص ملعون، يعني انا انا هقتل عيلته كلها. فبيقول له ليه يعني ما ينفعش تقتل عيلة كاملة عشان خاطر شخص واحد؟ يعني ده هم ابرياء. فبيقول له انا هو دمر حياتي فانا هدمره. فالفيس بيقول له طبعا العين بالعين، بس انت كده هتبقى خسران. قال له لا انا مش خسران. وفجأة سمعنا صوت تكسير ازاز. فبيقول له انت فين؟ قال له انا اقتحمت منزل الوغد ده. فالفيس بيحاول يهديه ويقول له ده بس مباشر، انت فين بالظبط؟ قال له انا في بيتك. سكتوا شوية وبعد كده قال له العنوان كذا كذا كذا. قال له انت عرفت منين عنواني؟ هو ده عنواني اه، بس انت عرفت منين عنواني؟ وكده كده مش هتعرف تدخل البيت عشان في كلاب عندي. قال له لا انت تقصد على الكلبين؟ لا ده حطيت لهم سم وقتلتهم خلاص. فجأة سمعنا صوت اوليفيا مراته تصرخ، فبيقول لها ما تقلقيش يا حبيبتي انا جاي. وفضل الفيز يحاول يهديه، بيقول انا ضربت نار بس مش عندك. فالبنت زميلته بتقول له حاول تكسب وقت شوية على ما نتصل بالشرطة. فألفيس حاول يطول معاه على قد ما يقدر لحد ما الشرطة توصل عنده. فبيقول له انا هدمر حياتك زي ما دمرت حياتي. فبيقول له انت بتتكلم عن مين؟ عايز فلوس؟ اديك فلوس. قال له لا انا بتكلم عن لورين. قال له مين لورين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده.
لو سمحت سيب مراتي وبنتي لوحدهم، مالهمش ذنب في أي حاجة، لو عايز حاجة تعالى خدها مني أنا. فابتدى تاني يفكروا بلورين، فبيقول له لورين مين؟ أنا معرفهاش، الاسم ده أنا معرفوش. قال له طب اطلع فوق الاستوديو. المهم بيطلع عمنا فوق الاستوديو فوق على السطح، فبيعرفه بنفسه بقى، بيقول له أنا كنت حارس الأمن معاكم، وياما قابلتك بابتسامة، وانت حتى ما كنتش راضي انك تسلم عليا. المهم بيطلب منه يطلع على السور، وبيعرفوا انه جهز له سلم صغير عشان يطلع عليه، وفعلا بيطلع. وبيقول له ان حبيبتي اللي هي لورين ماتت منتحرة من الدور الخامس من حوالي شهر كده. المهم بيقول له انا عايزك تنط من فوق، فبيقول له لا اسف مش هقدر اعمل كده. فبيخيره يا انت يا هما، والاختيار معاك. فبيقول له انا ما اقدرش انط، ما اقدرش صعب. المهم بيعمل نفسه ان رمى نفسه ونط فعلا، ولكن الحيلة ام 2 جنيه ديت ما دخلتش على صاحبنا، فبعت له طيارة درون عشان يكشف المكان وتأكد ان هما بيكدبوا عليه فعلا. فألفيس بيحاول يبين له الموقف صوت رصاص، فبيمشي وهو غضبان جدا. ولكن الشرطة بتتصل عليه وتقول له ان اساسا ما فيش حد في المنزل، وان ما كانش فيه اي اثار لاقتحام ولا اي حد هناك، لا مراته ولا بنته في البيت. وبيقول له يا عم العب معاك لعبة بسيطة، لو خسرتها هقتلهم. بيعد ل30، ولكن على اخر لحظة بيخش معاه في اللايف وبيقول له انا موجود معاك. المهم بيعرفوا ان المبنى كله ملغم، وان اي غلطة هيفجر المبنى كله، بس لو لقيتوني هسيبكوا تعيشوا. بس ألفيس لا. المهم بيفضل يقلب عليه الدنيا عشان يلاقيه، ما سابش غرفة اللي لما دور فيها، كل الغرف دخلها هو وطبعا المبتدئ اللي معاه، وكل ما يدخلوا غرفة يسمعوه عمال يسخر منهم ويضحك عليهم. المهم تكرار الموضوع خلاهم يركزوا ان هو فعلا بيراقبهم، وبصوا لقوه فعلا بيراقبهم من الكاميرات. ابتدوا يحركوا الكاميرات بعيد شوية عشان ما يعرفش مسارهم ان هم ماشيين في انهي اتجاه بالظبط. والفيس بيقول له خلاص انا عرفت هو فين، انا لقيته، يلا بينا نخش نقتله. فبيتفاجئ انه صديقه مضروب بالرصاص. دايلان بيتصدم وبيقول له اكيد هو في الاستوديو، انا عارف هو فين. المهم هما بيجروا قابلوا شرطي عند الباب، فالشرطي بيقول له نزل سلاحك. قال له يا فندم ده اوعى تقرب من الباب، ما تلمس الباب. وحظه كان لسه الشرطة هيفتح الباب، جات له اوامر ان هو يتراجع عن المهمة. المهم بيطلعوا على السلالم الداخلية للأسانسير لحد ما أخيرا بيوصلوا له، لكن الصدمة إنه هو قاعد بيضحك ولا في باله أي حاجة. وقالوا لو قتلتني إحنا كلنا هنموت، مش أنت لوحدك، أنا معايا متفجرات ومعايا زرار، لو سبت الزرار المبنى كله هينفجر. بيجيله اتصال إن زوجته وبنته مفخخين بقنابل عليها رمز، محدش يعرف يفك الرمز ده غير جاري. حاولوا يخليه يدوم الرمز بس هو رفض. فدايلان خدته الشهامة شويتين، وهوب راح رفع السلاح في ايده وهو اساسا ايده بتترعش. فجاري قال له طالما انت شهم كده ايه رايك ناخد القنابل دي من عندهم نحطهم عليك انت. وفعلا بيديهم الرموز وبيفكوا الاحزمه من على الزوجه والبنت، وبيجي ظابط يلبس لدايلان الحزام المفخخ. وبيحاول الظابط يعمل صفقه مع جاري بس هوب بيناوله واحده بيقضي عليه، وبيقول له دورنا بقى احنا سيربرايز، ويروح رامي القنبله من ايده. كله بيصوت، وفجأة ضحك بيعم المكان. ان وبيطلع غاري هو اساسا الممثل اليوتيوبر اللي هم كانوا مستنيينه، وكان كل ده مقلب بيضحكوا بيه عليه. فدايلان بيتضايق جدا وبيقرر انه يمشي بعد ما اتبهدل واتهزق طول اليوم. وبيمشي وهو زعلان جدا ومقهور ومكسور الخاطر، وهما بيحاولوا يطيبوا بخاطره ويقولوا احنا كنا بنهزر معاك كنا بنهزر معاك. لكن هو بيرجع بظهره وفجأة يروح واقع من على السلم مخبوط في ماسورة حديد ويموت. ألفيس بيتصدم طبعا
لأنه يعتبر هو السبب في موته، فبيتضايق جدًا، بيحاولوا يهدّوه ويمشّوه من الباب الخارجي ويقولوا له خلاص اللي حصل حصل، وبتفضل المساعدة بتاعته تحاول تهدّيه، بس هو طبعًا في كوكب تاني خالص، هو حاسس بالذنب. المهم بيخرج من الباب الخارجي فعلًا، فأول ما بيخرج بيلاقي مديرته مستنياه في عربيتها بتوبّخه وتبهدله وتقول له أنت اللي قتلته أساسًا يا ألفيس، أنت السبب عشان قُلنا لك بطّل المقالب وبطّل السخافات اللي بتعملها دي وأنت ما بتسمعش لحد. سمّعته الراديو، المهم وهو بيسمع الراديو فجأة لقى عيد ميلاد سعيد، بيبُص لقى دايلان أن another surprise. فالراجل فضل يا عيني قاعد مش مترجم، هو أنتم عملتوا فيّا مقلب يا ولاد التيت، يعني أنا أعمل فيكم المقلب وأنتم تعملوه فيّا؟ اتضح في الآخر إن هم أصلًا عاملين المقلب فيه هو، شغل فضا بعيد عننا يعني، وبيطلع هو في الآخر دوبلير